سواء دخلت الجيش او لا، النهارده هنتعلم شويه كلمات بالانجلش عن الاسلحه والرتب العسكريه. يلا بينا. 3 مستحيل. يا واحده يا فندم، يا واحده. 4. لما بتيجي تقدم في الجيش اول حاجه بتعملها بتحتاج ان انت تخلص شويه ورق، فبتروح الاسم. اسم بالانجلش يعني police station. police station. بعد ما بتروح البوليس ستيشن العسكري اللي هناك بيديك ميعاد علشان تروح تعمل الكشف الطبي. كشف طبي يعني medical examination. medical examination. لما بتروح تعمل medical examination يا اما هتاخد اعفاء او لائق. اعفاء يعني exemption. exemption. لو لائق هتبقى fit. قبل ما تروح الكشف الطبي هتحتاج ان انت تحلق ميري. الحلاقه الميري بالانجلش يعني induction cut. بعد الميديكال اكزامينيشن لو ما خدتش exemption هتاخد fit. لو انت fit هتبقى دلوقتي soldier. جندي. soldier. دلوقتي بما انك soldier هتعرف السلاح اللي انت هتبقى فيه. اول سلاح ممكن تدخله هو سلاح المشاة. مشاة بالانجلش يعني infantry. او ممكن تدخل سلاح تاني، سلاح المدفعيه. مدفعيه بالانجلش يعني artillery. لو ما دخلتش سلاحين من دول ممكن تدخل سلاح مظلات بالانجلش يعني paratrooper. او ممكن تدخل سلاح دفاع جوي يعني air defense. او ممكن تدخل سلاح جهاز استطلاع بالانجلش يعني reconnaissance. انت اتقبلت وعرفت السلاح بتاعك، بتبدا تستلم الزي العسكري. زي عسكري يعني military uniform. تعال نتكلم شويه بقى عن الرتب. اول حاجه عندنا جندي soldier. رقيب يعني sergeant. عقيد يعني colonel. وعايزين ناخد بالنا بس شويه من كلمه colonel لان في حرف ال في النص بس البرونانسيشن شبه الار. colonel. مشير يعني marshal. قائد عام يعني general commander. في بقى شويه كلمات صغيره كده ليها علاقه بالجيش، تعالى نعرفهم مع بعض. اول كلمه مهمه يعني mission. عندنا برضو نشر قوات يعني deployment. وفي حاله الحروب لو الجيش مطلوب منه ان هو يتقدم فبي advance. ولو مطلوب ان هو يتراجع بيعمل retreat. ولو في الحرب الجيش انتصر فده بيبقى victory. اما بقى لو الجيش انهزم فبتبقى defeat. الجيش طبعا لازم يبقى عنده اسلحه يعني weapons. كل جيش بيبقى عنده مستودع سلاح، المكان اللي بيبقى موجود فيه الاسلحه اللي بيستخدمها سواء في حروب او واقف حراسه. مستودع سلاح يعني armory. عندنا مسدس يعني gun. بندقية قنص يعني سنايبر. واكيد عشان تستخدم الاسلحه دي انت محتاج رصاص يعني bullets. ولو هتستخدم قنبله يعني bomb. والجيش وهو بيتحرك لازم يبقى معاه تانك يعني دبابه. تانك. في ساعات اماكن في الجيش بتبقى خطر عشان الاماكن دي ممكن يبقى فيها الغام يعني mines. So these were some words that are related to the army. Some of them are easy, some of them might be challenging. So you need to study them at home, make sure to practice as much as you can. Thanks for watching and make sure to practice till the next video. Concept. اتعلم انجليزي صح.